والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن الجزء الثالث من في أصوات مزعجة في العجلة. إيه حل المشكلة لو الصوت جاي من هنا؟ هو الصوت بيبان أكتر وأنا ببدل. لما ببدل كده بسمع صوت طقطقة جاية من الكرنك، فالصوت الطقطقة ده يحلها وكده. فالمشكلة دي بتحصل أغلبية الوقت لما بغسل العجلة مثلا، أو لما بمشي الدنيا بتنطر عليا وانا ماشي في الطريق. كل دوت بسبب ان في تراب دخل جوه البلي بتاع البدال. جوه الرومان البلي دخل تراب، فالتراب دوت المفروض ننضفه. هنفك دلوقتي القلب بتاع البدال وننضفه خطوه بخطوه، تابعوا معانا. اول حاجه هنحتاج شويه ادوات كده. اول حاجه هنجيب قلم مقاس الكارت بتاع البدال. هو القلم دوت مقاس 8، قلم مقاس 8 عشان نفك بيه الكارت بتاع البدال. فهنفك. تمام. هنفك بيه الكارت بتاع البدال. تمام، فكينا المسمار. تاني حاجة هنجيب حاجة اسمها زرجينة. الزرجينة دي بنركبها في الكرنك ونربطها كويس. هنربط الزرجينة كويس في الكرنك ونجيب المفتاح ونقرط عليها. تمام، قرطنا عليها. هنروح رابطين الجزء التاني. هنربط هنربط لحد ما نطلع الكرنك. تمام، هنفضل نربط لحد ما نطلع الكرنك خالص. تمام، الكرنك طلع اهو في ايدينا. اول حاجه نجيب القلم ونفك. تمام، فكينا المسمار. هنجيب الزرجينه هنجيب الزرجينه ونركبها اول حاجه في الكرنك. تمام، هنجيب المفتاح ونربط في دراع الكرنك، وبعد كده نربط دي
تمام. فكينا الكرنك التاني. هنقلب العجلة عشان يبقى واضح شوية اللي احنا بنعمله. ميلنا العجلة، هنجيب الجاز ونصب عند الكرنك بالراحة. تمام. ننزل كل التراب بالحركة دي. كده احنا بننزل كل التراب اللي في الكرنك. نسيبه يصفي براحته برضه، نسيبه شوية يصفي براحته. نقلبها على الجنب التاني ونصب برضه عليها جاز. نقلبها على الجنب التاني. يا رب يكون واضح عند حضراتكم. ونجيب الجاز ونصب جاز، ونعمل نفس الحركة. هنلاقي الجاز كله بالتراب، الشحم بالتراب بيقع. هنوقف برضه العجلة. بعد ما وقفنا العجلة هنصب شوية جاز عند الكرنك كده الناحية التانية برضه، ونسيبه شوية يصفي خالص من الجاز. نسيبه شوية كده يصفي خالص من الجاز. هنميل العجلة كده ونسيبها حوالي مثلا 10 دقايق ولا حاجة يصفي الجاز كله اللي جواه، ونرجع لها تاني بعد 10 دقايق. تمام. رجعنا بعد 10 دقايق. بعد ما العجلة يعتبر صفت كل اللي فيها. دلوقتي هنعمل خطوة بعدها، خطوة مهمة. بعد ما عملنا بالجاز هنجيب شحم، هنجيب زيت عربيات، احاول برضه ابين لكم الصورة اوضح.
تمام. هنجيب زيت اللي هو بتاع العربيات، وهنبتدي بقى نشحم الجزء دوت. هنحط شويه زيت هنا، مش كتير قوي برضه. هو افضل حاجه يعتبر زيت العربيات للتشحيم. ماشي تمام، عملناها. هنبتدي بقى نحرك بالراحه. تمام. هنشيل العجله ونقلبها على الجنب التاني. ونعمل نفس الخطوه. هنجيب الزيت ونيجي على الجزء اللي في البدان ونحط شويه زيت. تمام، حطينا الزيت. هنعمل نفس الحركه. نبدأ نركب الكرنك. هنجيب الكرنك اهو، نشوفه لو متوسخ من جوه برضه نمسحه كويس. وهنجيب الكرنك اهو ونركبه بالراحة، وعشان نتأكد انه دخل كويس. ونجيب اي حاجة ندق بيها، وهنجيب الفوطة دي ونحطها على الكرنك عشان الكرنك ما يتجرحش. ونجيب اي حاجة ندق بيها عشان نتأكد ان الكرنك يبقى كويس. تمام. نجيب المسمار ونربط المسمار بتاع الكرنك، ونجيب القلم ونربطه بالقلم. أهم حاجة نضغط عليه كويس. تمام، ركبنا الكرنك اهو. نركب الجزء الثاني من البدال. ونجيب الجزء الثاني من البدال ونركبه. اهم حاجه يتاكد انه يبقى عكسه، يعني البدال ده لتحت يبقى ده لفوق. تمام. هندق زي ما دقينا في التاني. هنحط دي كده عشان اهم حاجه ما يتجرحش. تمام. هنجيب المسمار ونجيب القلم ونركب المسمار كويس.
تمام. كده نكون ركبنا كل حاجة. تمام. كده ركبنا الجنزير، كده ركبنا كل حاجة، وإن شاء الله الصوت مش هيبقى موجود بعد اللي احنا عملناه ده. كده احنا نضفنا. ولو عجبك الفيديو لازم تشترك في القناة إن شاء الله وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل لنا لايك للفيديو.